بلادنا كتعاني من ظلم ذوي القربى مع الأسف الشديد. إخواننا القادة الجزائريون هم إخواننا، يبغاو كرهوهم إخواننا، عوض أن تكون لهم يعني خطوات إيجابية في الإصلاح بيننا وبين أبنائنا، لأنه الشباب اللي أسسوا البوليزاريو كانوا كيقراو في المغرب. مصطفى السيد كان كيقرا مع السباهة، وانا كنعقل عليهم، كانوا معنا في الرباط البعض منهم، وما كانوش كيطالبوا بالانفصال، كانوا كيطالبوا باش تسلحهم الدوله المغربيه باش يطردوا الاستعمار. ما تجاوب القيادات اللي كانت ذاك الوقت لم توفق للاجابه اليهم، كونوا هذيك المجموعه ومشاو تبناهم في الاول مع الاسف القذافي، وبعد ذلك تبنتهم الجزائر لازعاج المغرب ماشي لشيء اخر. والا ما يمكنش القذافي اللي كان يدعو الى وحده الامه العربيه يبغي يشتت المغرب. تبناوهم من ذاك الوقت كيستعملوهم. نقول لهم بصراحه، مثلا نقول لهم اليوم جاء الوقت باش تصحوا هذا الخطا، ولا ما صحتيوش خاطركم غادي يتصحح على كل حال. وحنا راه ما باغيينش اللهم نصحوه، وحنا متفاهمين، ولا حتى يدخلوا فينا الاجانب. ولكن حنا الواجب ديالنا الاخوان نعترفوا اولا ان هذا الملف وقفوا عليه الملوك ديالنا، ماشي دابا، من عهد محمد الخامس الله يرحمه. من عهد محمد الخامس كانوا كيجيو الوفود من الصحراء وتيطالبوا باش تقوم الاجراءات اللازمه لاسترجاع صحرائنا، وكانت الدوله كتشوف ظروف اخرى كيوخروهم. ومات محمد الخامس وجا الحسن الثاني، وانا باقي كنتذكر السي بن هيمه تيتكلم مع الزعماء ديال الصحراء وتيقول لهم هذه القضيه في يد امير المؤمنين، وانتم عاطين البيعه، راه خليوه راه هو كيدبرها. احتاج الوقت المناسب، وسيدنا دار ذاك المسيره المضفره والتاريخيه والحجه على الناس التي شارك فيها يعني شباب من سننا ولكن اللي ما كانوش كيقراو. شارك فيها 350 ألف مغربي، واسترجعت الصحراء، وهي مغربيه وستبقى مغربيه الى ان يشاء الله. كنعترفوا الحسن الثاني رحمه الله انه ما قصر، كنعترفوا لسيدنا محمد السادس انه ما قصر، وهذا الشيء هذا لانه كان في يد الملوك الحمد لله، اللي ما كانش في يد الحكومات، لان الحكومات كتبدل، هذا ملف لا يقبل التبديل ولا التغيير. كان في يد الملوك، وصلنا الحمد لله لهذا النهار لهذه النتائج الايجابيه اللي كتعرفوها جميع. ولكن المعركه باقي ما انتهت. نحن سند لجلاله الملك وللمؤسسات، وعلى راسها الجيش الملكي وكل مؤسسات السلطه والمؤسسات يعني السياسيه التي تتدخل في هذا الموضوع، الى ان ينتهي ان شاء الله الرحمن الرحيم بالتصالح مع اخواننا الموجودين في تندوب. حنا ما بغينا لهمش الهزيمه، ولكن خصهم يجيو يتصالحوا مع اخوتهم ما دام الوقت يسمح بذلك. كنقول لهم هذا الكلام، وتنقولوا بان الحزب العداله والتنميه مجند في هذا الموضوع، لان لا ماشي لان لسبب، لا، لان هذا حق، هذا حق.